بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. منتشرة جدا منذ سنوات في مصر الكشف الأوتوسي، اللي هو واحد يروح للصيدلي أيا كان بقى الصيدلي، أوقات بيبقى فيه دكتور فعلا واقف في الصيدلية، دكتور بشري يعني، أو أيا كان اللي واقف في الصيدلية بخبرته، يقول له البنت عندها إسهال، أنا عندي إسهال، أنا عندي صداع، أنا عندي سخونية، أنا عندي مش عارف إيه، يعني بيشتكي اللي واقف في الصيدلية اللي عنده عشان يديله هو علاج. ده طبعا عشان ما يدفعش ثمن دكتور، يعني يبقى ما يبقاش دكتور وعلاج، فيبقى علاج بس، ويديله علاج للأعراض، يعني هو مش عايز روشتة كمان، يعني برضه من ضمن الأسباب الدكتور بيكتب له روشتة زي ما اتعلم كذا صنف وكذا حاجة ليها، كل حاجة ليها دور. لا أنا عايز نوع واحد بس. يجي لي اوقات في العيانين يقول لي ايه، لا 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 انا عايز علاج واحد بس. لا، انت كده مش عايز دكتور، انت تروح للصيدلي بقى، عايز دواء كحه وخلاص، مش على حسب انك كشفت وشخصت ايه وهديك العلاج. لا، فالدكتور بيكتب زي ما اتعلم. انما انت عايز بقى دواء كحه بس، عايز لبوس بس يفك لك الامساك، عايز حاجه برشام واحد بس يوقف لك الاسهال. واحيانا كمان بيجيبوا، يعني بيقصقصوا الشريط، يجيبوا 2 3 برشامات، برشامتين، يعني بنشوف العجب والله في مصر أم الدنيا. ف فهو طبعا ده عشان الظروف المادية في مصر ضعيفة، والتعليم كمان ضعيف. يعني ممكن ان انت تسأل الصيدلي وتغامر بصحتك عشان ما تدفعش ثمن دكتور، واوقات يبقى معاه ناس معاها وبتستخسر لان تعليمها على قده. فكدي نصاحة يعني. الصيادلة او اللي واقفين في الصيدلية، احيانا في بعض الصيدلات بتروح جايبه دكتور بقى بشري عشان يبقى فاهم ويديك علاج مظبوط، ومستغلية الحكاية دي. كده كده دي بيعمل تردد كبير على الصيدلية، والارباح بتتضاعف. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله.